جاهزين؟ أنا محمد ودول صحابي وإحنا قررنا نتجمع عشان نعمل حاجة ولو بسيطة لمستشفى 57 357. لما عرفنا ان بيطوروا قسم الطوارئ قررنا إن إحنا نساعد في ده ولو بجزء بسيط منه. أنا جربت وأنا اتحجزت فيه أيام. كنت بقعد باليوم واثنين وانا في الطوارئ. قسم مهم أوي عشان دقيقة تفرق، وده دورنا إن إحنا نقف مع المكان اللي كلنا بنحبه، إن إحنا نرسم على حيطان الطوارئ عشان أبين للأطفال اللي لسه داخلين المستشفى جديد أو اللي داخلين الطوارئ إن في ناس قبلهم خفوا وعدوا نفس المرحلة بتاعتهم. بحس ان انا برد جزء من اللي انا خدته، وفي ناس بجد تحسهم جايين عشانك أنت بالظبط. أنا الحمد لله خفيت واشتغلت مهندسة معمارية في مستشفى 57 357. مستشفى 57 بتمثلي الحياة يعني. مش بس مكان احنا بنتعالج فيه، بالعكس هو مكان بيحول من اليأس للأمل لحياة جديدة مختلفة تماما. فكل واحد بيكمل ورا تاني، يعني احنا بنكمل ورا ناس قبلنا وهم إن شاء الله ناس تكمل ورانا.